أهلا بيك، أنا سارة وحابة ناخد هدنة صغيرة نحكي فيها عن اللي جوانا ونسمع نفسنا من جديد. دي رحلتنا سوا، ويلا بينا. في لحظات معينة بنحس فيها بمشاعر قوية جدا، حزن وخوف، قلق وشك. ساعتها بنكون واثقين ان اللي حاسين بيه ده هو الحقيقة، ولكن هل كل احساس بنحسه معناه انه واقع؟ هل لو حسيت ان حد بيكرهني يبقى اكيد هو بيكرهني؟ هل لو حسيت انك اتظلمت يبقى انت اكيد اتظلمت؟ ولا ممكن تكون المشاعر عاملة زي العدسة المكسورة بتشوه الصور من غير ما نحس؟ النهاردة هنجاوب على سؤال مهم، وهو هل احساسك دايما صح؟ تعالوا نحكي شوية. المشاعر الحقيقية هي حقيقية، بس مش دايما دقيقة. خليني اقولك حاجة، اي شعور بتحسه هو حقيقي بنسبة 100% جواك. يعني لو انت زعلان او موجوع او اي شعور في الدنيا، فدي مشاعر حقيقية محدش يقدر يقلل منها. لكن المشاعر دي حقيقية بالنسبة ليك، بس مش بالضرورة تكون واقعية. مثال بسيط جدا، يعني لو تواجدت في مكان وفي حد جه وما سلمش عليك، ممكن تحس انه تجاهلك، صح. لكن الحقيقة هو ممكن يكون ما خدش باله، مثلا عنده مشكلة، مش مركز. فانت احساسك بالتجاهل حقيقي، بس تفسيرك للموقف ممكن يكون غلط. خليني اوضح لك اكتر واقولك ان المشاعر بتشتغل زي العدسة اللي بتبص منها على الدنيا، وكل ما تكون العدسة دي مش نظيفة او متشققة، كل ما الصورة هتبقى مشوهة. يعني لو انت مثلا مجروح من الماضي او عندك تجربة خيانة، هتلاقي نفسك بتشك في الشخص اللي معاك، وممكن في كل الناس كمان اللي حواليك، مش لانهم خاينين او ان هم مش بيحبوك، لكن لان الاحساس القديم ده دايما بيأثر عليك وعلى تفسيرك للحاضر بكل ما فيه. وقسها على كل حاجة، الناس مش دايما هتسيبك، انت بس اللي عندك احساس قديم بالفقد. مش كل تجاهل معناه قلة اهتمام، ممكن يكون ظرف او حاجة حصلت. مش كل بعد معناه كره، ممكن يكون محاولة للراحة. لازم تعرف الفرق بين اللي حسيته واللي حصل فعلا. الإحساس حاجة والواقع حاجة تانية خالص. خلينا أوضح لك بمثال. لو كنت مثلا في الشغل ومديرك كلمك بنبرة حادة بعض الشيء، حسيت انه مش بيقدرك، أعصابك اتشدت، أفكارك قالت لك لا أنا فاشل، ده هو ناوي انه يطردني، أنا هو بيكرهني. لكن الواقع هو كان بس مستعجل، مشغول شوية، نبرته كانت بسبب الضغط اللي عليه مش أكتر. فيصبح إحساسك بالخوف والتقليل حقيقي جواك، لكن مش بيعبر عن الحقيقة. فللأسف المشاعر ممكن تدمر العلاقة بينك وبين نفسك وبين الأشخاص اللي بيحبوك. لو فضلت تمشي ورا كل شعور وتعتبره حقيقة مطلقة، هتبدأ تشك في كل حاجة حواليك، في كل الناس. هتبدأ تفسر كل تصرف بشكل سلبي، وده طبيعي، لأنك أقنعت نفسك بحاجات مبنية على دلائل غلط وحاجات أصلا مش حقيقية. الأسوأ إنك تبدأ تشك وتبعد عن ناس بتحبك، وتبعد عن فرص حلوة كتير، بس لمجرد إنك صدقت مشاعر كانت لحظية ومش دقيقة. طيب نعمل إيه؟ أو إزاي أفرق بين الإحساس والحقيقة؟ اسأل نفسك، لا بجد اسأل نفسك، هل في دليل على الإحساس ده ولا ده تفسيري للموقف بس؟ مهم جدا تفصل بين الجملة دي، وهي أنا حاسس إنه ضايقني، بس ده مش معناه إنه قاصد إنه يضايقني. هتفرق معاك في حاجات كتيرة قوي. خد وقتك، المشاعر بتتغير، واللي بتحسه النهاردة ممكن تلاقيه اتغير تاني يوم. ممكن كمان تشارك حد واثق في أفكارك، رأيه ممكن يكون مراية تساعدك تشوف الموقف بوضوح. أخيرا والأهم، لاحظ التكرار للشعور ده. لو نفس الإحساس بيتكرر في مواقف مختلفة مع نفس الأشخاص أو أشخاص مختلفة، غالبا هو إحساس قديم جواك، مش من الواقع الحالي. في النهاية يا صديقي، مشاعرك مش عدوك، لكن كمان مش دايما مرشدك الصح. الإحساس محتاج وعي، محتاج سؤال، محتاج عقل يحلل قبل ما يصدق. عشان كده افتكر دايما، مش كل اللي بتحسه حصل، ومش كل اللي حصل انت لازم تحسه. اوقات كتير اللي محتاج تشتغل عليه مش الناس، لكن الفلتر اللي بتشوف بيه الناس. وبس كده.
الحلقة خلصت بس الكلام ما بيخلصش، ولو كلامي فرق معاك اعمل شير للي ممكن يكون محتاجه، وما تنساش تعمل سبسكرايب علشان نكمل الرحلة سوا. باي.